الطفله بتقول للعمال ان امي واقعه في الشارع وغمى عليها، وفي واحد بيجري على طول على ام البنت وبيلاقيها في الشارع ومغمى عليها، وبيفضل يدوس على بطنها لحد ما البنت بتبدا تفوق شويه، وبيقول لصاحبه انه لازم يوديها المستشفى، بس صاحبه بيقول له لا المدير كده ممكن يطردك، بس بيصمم برضه انه يوديها المستشفى. ولما بيوديها المستشفى الدكتور بيقول له هي تعبانه ولازم تعمل عمليه النهارده قبل بكره، وبيقول له يلا خدها وامشي. والشاب بيستغرب وبيقول له ليه، وبيقول له عشان دي فقيره اكيد مش هتعرف تدفع ثمن العمليه. ولولا بيصعب عليها وبيديله المرتب اللي لسه قبضه. والدكتور لما بيبص على الفلوس بيلاقي ان الفلوس مش مكمله حق العمليه، وبيقول له اعمل عمليه وانا هديك الباقي بكره. وبعد ما بيمشي الدكتور بيحط الفلوس في جيبه وبيقول له يلا امشي مفيش عمليات، وبتقول له بس هو اداك الفلوس، وبيقول لها لا ما ادانيش حاجه. فالطفله بتيجي ورا الشاب وبتحضنه. وبعد ما مشي طلع ان هي سرقت تليفونه. والولد لما راح الشركه المدير بيقول له انت مطرود عشان انت سبت شغل ومشيت، وبيقول له يلا خد حاجتك وامشي. والولد بيفهمه على اللي حصل وبيقول له انا انقذت واحده كانت بتموت. ولما بيبص على تليفونه بيلاقي ان تليفونه مش موجود، وبيطلع ان الطفله سرقت التليفون عشان تصور الدكتور بيعمل ايه وتعرف الناس انه نصاب. وبيدخل الولد وبيلاقي التليفون مع الطفله وبيقول لهم انا غلطان اني ساعدتكم. والام بتقول لبنتها انت عملتي كده ليه، وبيشوف ان الطفله كانت مصوره فيديو ان هي كانت بتصور الدكتور وهو بينصب عليهم، وكان رايح يضرب الدكتور، فالدكتور بيديله فلوس وبيطلع يجري وبيقول لها مصلحه اتعالجت ببلاش.